السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناة يوميات إيمي. الفيديو بتاع النهاردة أنا بوريكم تجربتي داخل شقة كنت مأجراها في برج النجوم في منطقة العوام جوه محافظة مرسى مطروح. كنت واخدة الشقة دي تبع شركة سياحية، وكان متوفر معاها المواصلات اللي هو داخل الباص رايح جاي، وكمان كان معاها رحلات يومية، وكمان كان في أنشطة ترفيهية بالليل. خلاص، انا بوريكم كده شكل المدخل وكمان الاسانسير، ودلوقتي هنخش على الشقه اوريها لكم. اول حاجه تعملوها لما تروحوا رايحين شقه لازم تغيروا الترومبه بتاعه باب الشقه، ودي حاجه ضروريه جدا جدا. وهاكد لكم كمان ايه اللي حصل معانا هناك واحنا موجودين هناك. بعد ما قعدنا تقريبا يومين في شقه من الشقق اللي كانت موجوده ما غيرتش الترومبه، وفعلا كان في حد من الناس دخل وكان معاه المفتاح بتاع الشقه ديت، وده من ضمن الناس اللي كانت موجوده من اللي هم كانوا بيسكنوا الشقق وفتحوا باب الشقة. بس كان من الحمد لله يعني لحسن الحظ ان صحاب الشقة كانوا جوه لسه ما نزلوش الشاطئ. فلازم ناخد بالنا رقم واحد ان احنا نغير الترومبة بتاعة باب الشقة. رقم اتنين، ما ناخدش معانا اي دهب يا جماعة. انا لاحظت هناك وانا هناك في المصيف ناس كانت لابسة كميات دهب كتيرة جدا، والناس بتنزل الميه، وطبعا في بسهوله جدا ممكن الحاجات دي تتزحلق، او لو هم سابوها في البيت فممكن تكون عرضه للسرقه. هنا ده شكل الصاله فيها انتريه وفيها سفره وفيها شباكين، واحد بيطل على المنور والتاني بيطل على الجنب التاني، ومتوفر كمان شاشه تلفزيون ومروحه. الخشب موجود عندنا خشب زان. الشقه كانت غرفتين وصاله ومطبخ، وكان متوفر كمان حمام. هقول لكم برضو اللي ما عجبنيش في الشقة النظافة بتاعتها من حيث الفرش بتاع السراير. هو المفروض ان يبقى فيه ناس مسؤولة عن نظافة الشقة، بياخدوا 400 جنيه، منها 100 جنيه علشان خاطر نظافة للشقة. ولما طلعت اتصدمت بصراحة، لا لقيت فرش السراير نظيف، ولا لقيت الحمام نظيف، ولا المطبخ. والشقة كلها كانت محتاجة نظافة يعني كنت عايزة انا اعملها بايديا بصراحة. المطبخ كان بيلزق بالظبط، كل ما بتمسك حاجة كانت بتلزق. فأنصحكم اللي يحب يروح وياخد التجربة. المكان تحفة جدا، الموقع ممتاز، الشقة هاوية من كل حتة، والشقة ممتازة مفتحة من كل حتة، ولكن نظافتها كانت بصراحة سيئة للغاية. يعني اللي عايز يروح يكون واخد معاه الكاتل بتاعه، وده اللي أنا كنت عاملاه. وكنت واخدة معايا الحمد لله اطباقي، واخده معايا ادوات المطبخ بتاعتي الخاصه بيا. الحاجه هناك الميه طبعا برضو مش احسن حاجه، فلما هتروحوا هتبقى انتوا لازم هتشتروا ميه للشرب وميه للاكل. لو حد حابب ان هو يعمل اكلات في البيت فهيجيب ميه للاكل وميه للشرب. الحاجه التانية ان انتوا لما تخشوا برضو اهم حاجه تعملوها ان انتوا لازم تجربوا السخان، تشوفوا السخان بينزل ميه سخنه ولا لا، تشوفوا الغساله شغاله ولا لا، تشوفوا شاشه التلفزيون برضو شغالة ولا لأ، التلاجة، الفريزر. تجربوا كل حاجة موجودة في الشقة قبل ما تستلموها، بحيث ان طبعا لما تيجوا تسلموها محدش يقول لكم لا الحاجة دي بايظة، لانكم انتوا بتسيبوا تأمين. خلاص كده، يبقى احنا من الحاجات اللي احنا ناخدها معانا ونبقى عاملين حسابنا ان احنا نبقى واخدين ملايتين معانا كده للفرش بتاع السراير، وادواتنا اللي هي زي الاطباق والكوبايات والمعالق والكتل والحاجات الخاصة بينا. ما نستخدمش الحاجة بتاعتهم. الحاجة بصراحة كانت سيئة جدا جدا جدا. التلاجة برضو كانتش نظيفة خالص. ودي كانت بصراحة تجربتي داخل الشقة. زي ما قلت لكم الشقة دي في برج النجوم منطقة العوام في محافظة مرسى مطروح. ده المدخل، حبيت اوريكم شكل المدخل بتاع العمارة بصراحة كان البرج حلو جدا، وكان تحتينا فيه سوبر ماركت كان عنده كل حاجة متوفرة. وكان فيه كمان محل بتاع منظفات عنده كل حاجة. والمنطقة والشوارع دي كلها مطاعم وكلها كافيهات، وناصية واحدة تطلعك على الكورنيش، ناصية واحدة بس تلاقي نفسك قاعد على الكورنيش. فهي منطقة ممتازة وموقع ممتاز، أرشحها لكم بشدة. ولكن النظافة بصراحة سيئة جدا جدا. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.